الرياضة نعم. هل تحتاج معرفة ودراية فقط بقوانينها، ولا تحتاج فعلا احترافية انه تكون بروف يلا تقدر تلعبها؟ هم من يعني المعلومات اللي غير دقيقة عن لعبة الشطرنج، سؤالك وكو شيء اذا تسمحوا لي شيء بدني. نعم. طبعا الشطرنج يتكون من مئات والاف الكتب. مئات؟ آلاف الكتب، مراجع يعني. اي مراجع يعني وكلها هسه احنا العراقيين يعني اذا نريد نتطور لازم نقرا باللغه الانجليزيه، يعني اكثر كتبنا هسه العراق كله بيه بس كتابين اساس مترجمات. الانجليز. نعم. لا هي الكتب الجيده نعم. كلها مؤلفيها هم الاجانب، اذا روس ومترجمه للانجليزيه هم نعم. امريكان او اوروبيين. المهم فهاي المراجع طبعا الشطرنج تتكون افتتاح وسط نهايات، كل مرحله بيها مجموعه كتب. نعم. يعني الافتتاح انا هاي تلعب هاي النقله، العب لك هاي النقله هاي يسموه الفرنسي. هذا الصقلي اللي جاي من الجزيره الصقليه، الايطالي، الاسباني. نعم. فهاي كلها افتتاحها. هاي طبعا نحكي على الدول، هي نشأتها اصلا منين هذه اللعبه؟ النشأة المتعارف عليها شرق اسيا، لا وسط اسيا، بين هند وبلاد فارس. هي بدت بين الملوك، يعني شريحه الملوك والله بالاساس. انا ما يصير امدح بها، بس هي دائما يسموها لعبه يعني المجتمع الراقي الاذكياء، انا من امدح بها الارستقراطيين يعني ما انا اذا اذكر هالصفات. نعم. كانه دا امدح نفسي، بس هي فعلا انه كان في وقتها يعني حتى احنا شو وقت اجت